السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايب لكم النهاردة يا جماعة أهم فيديو على القناة على الإطلاق. النهاردة من خلال الفيديو ده هتقدر تتعرف على سعر العملات اللي معاك وأربع أماكن كمان تبيع فيهم العملة أو ممكن تبيعها من خلالي أنا شخصيا. الفيديو ده هيعرفك كل ما يتعلق عن سوق العملات القديمة والنادرة بعد طول انتظار وبعد أسئلة كتير من كل المتابعين بيسألوا أهم سؤال بتسألنا على القناة: إزاي أعرف قيمة العملة اللي معايا وكمان أبيعها فين. كل الناس بتسأل أعرف سعر العملة اللي معايا ديت هل ليها قيمة ولا ملهاش قيمة، وكمان أعرف أبيعها فين. من خلال الفيديو ده هتقدر تتعرف على سعر العملات اللي معاك كلها بالتفصيل من خلال 3 حاجات هتعملها، وكمان هقول لك على 4 أماكن تبيع فيهم العملة. بس لو أول مرة تشوفنا على القناة ولسه ما عملتلناش اشتراك في القناة، فبطلب من حضرتك إن أنت تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو أنت بتشوفنا على اليوتيوب. أما لو أنت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة. ونخش دلوقتي يا جماعة جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة من جديد. النهاردة يا جماعة جايب لكم أهم فيديو على الإطلاق على القناة. من خلال الفيديو ده هتعرف سعر العملات اللي معاك بكل سهولة. هقول لكم على 3 حاجات تعملوها من خلال الحاجات ديت تعرف سعر العملات اللي معاك، وكمان هقول لكم على 5 اماكن تبيعوا فيها العمله او العملات اللي معاكم اللي هي العملات القديمه. اول مكان تقدر تبيع فيه العمله هو من خلال انا شخصيا، وهقول لكم كمان على 4 اماكن تبيعوا فيها العمله، لان السؤال ده اتسال لنا كتير جدا على القناه، وكل الاسئله اللي بتجيلنا باستمرار: العمله اللي معايا ديت سعرها كام، وهل لها قيمه ولا ملهاش قيمه، طب وهي لو لها قيمه ابيعها فين. فاحنا من خلال الفيديو ده هنقضي على كل الاسئله ديت وهنرد عليها بالتفصيل. بس كل اللي عليك ان انت تسمع الفيديو للاخر، ولسه لو ما عملتلناش اشتراك تعمل لنا اشتراك وتعمل لنا سبسكرايب على القناه على اليوتيوب، او لو انت بتشوفنا على الفيسبوك تعمل لنا لايك وشير ومتابعه. ازاي اعرف العمله اللي معايا ديت هل لها قيمه ولا ملهاش قيمه؟ لان احنا بننزل العديد من العملات وبالعديد من الفيديوهات، والناس تبدا تقول لنا ايه: انا معايا شبه العمله دي، طب ما ينفعش العمله يكون التاريخ مختلف، طب ما ينفعش سنه كذا. لا، من خلال الفيديو دي هتعرف العمله اللي معاك ديت هل هي نادره وسعرها غالي زي الفيديوهات اللي احنا بننزلها، او هي عمله عاديه جدا شعبي بتتباع بالكيلو. كل اللي عليك ان انت تقدر تعمل 3 حاجات تعرف سعر العمله اللي معاك بكل سهوله، وما تحتاجش من اي حد حاجه، بمعنى اصح تعرف سعرها من خلال الحاجات اللي انا هقولها لك ديت، وما تحتاجش مني ولا من اي حد حاجه ان هو يقول لك سعر عملتك كام. وكمان بعد ما تعرف سعرها ممكن عاوز تبيعها اقول لك تبيعها ازاي بالتفصيل من خلال الاماكن اللي انا قلت لك عليها. كل اللي عليك اللي انت تعمله ان انت تخش على الفيسبوك، واول طريقه تعرف سعر العمله بتاعتك من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك. كل اللي عليك هتعمل سيرش على الفيسبوك وتعمل، بس كل اللي عليك تكتب عملات نادره، تكتب سيرش وتعمل عملات نادرة او عملات قديمة ونادرة او عملات مصرية شحيحة ونادرة. هيطلع لك الاف الجروبات اللي مخصصة لبيع العملات النادرة والشحيحة. كل اللي عليك ان انت هتشترك في الجروبات ديت او في المجموعات ديت، وتخش على المجموعات ديت وتبدأ تعرض العملات بتاعتك، وتكتب للناس، في ناس مخصصة لمراجعة وتقييم العملات ديت على الجروبات، لان الجروبات دي جروبات كبيرة جدا فيها مئات الالاف من المشتركين اللي هو عندهم هواية او عندهم تجارة لبيع العملات. كل اللي عليك ان انت تعرض العملات اللي معاك ديت. لو انت عاوز تعرف سعرها تعرضها من خلال تقول البند دهوت سعره كام، برجاء يا جماعه التقييم هيجي لك الاف التقييمات. لو العمله اللي انت بتعرضها ديت فعلا ليها قيمه وسعرها غالي، هيبدا الناس تقول لك ديت سعرها كذا، وهيبدا الناس تتواصل معاك ان هي تاخدها وتشتريها منك. او لو العمله بتاعتك دي ملهاش اي قيمه وشعبي وسعرها بالكيلو، هيبدا الناس تقول لك ده ملهاش اي قيمه خالص، بتتباع بالكيلو، الكيلو ب 150 او ب 200 جنيه، او هي لو فضه بالجرام. دي بالنسبه لاول طريقه عاوز تعرف سعر عملتك ايه. طب الطريقه الثانيه، لو انا عاوز اعرف سعر العمله بتاعتي ديت بطريقه ثانيه، من خلال حاجه تسمى عدسه جوجل. عدسه ايه؟ جوجل، موجوده على التليفونات الحديثه، وموجوده لو مش عندك بتبدا تنزلها برضو، اسمها عدسه جوجل. من خلال عدسه جوجل ديت بتجيب العمله بتاعتك اللي موجوده عندك وبتبدا تصورها على العدسه. عدسه جوجل ديت بتبحث لك على العمله بتاعتك ديت هل هي موجوده، وبيجيب لك كل ما يتعلق بقى عن العمله اللي انت صورتها، بيجيب لك تاريخها وسنه اصدارها وكل بياناتها واماكن بيعها ومصادرها وسعرها كام. فانت من خلال تاني حاجة اللي هو عدسة جوجل بتبدأ تصور العملة اللي معاك، بيجي لك كل ما يتعلق عن العملة وبيقول لك سعرها.
ديت تاني حاجه. تالت حاجه من خلال انا شخصيا هسيب لكم ديت مني، انا هسيب لكم جروبات لبعض الجروبات اللي انا شغال عليها، الجروبات اللي هي فيها مصداقيه عاليه جدا وفيها ناس بتقيم على اعلى مستوى ومراجعين على اعلى مستوى وناس تجار وناس هواه. هسيب لكم الجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو على قناتنا على اليوتيوب، فلو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك برجاء ان انتوا تشتركوا عندنا على اليوتيوب وتشوفوا الجروبات ديت. هسيبها لكم في الرابط اسفل الفيديو على اليوتيوب. دول الثلاث اماكن الثلاث حاجات اللي انت ممكن تعملهم تعرف من خلالهم العمله بتاعتك ديت لها قيمه ولا لا. نخش دلوقتي على انا عرفت عملتي لها قيمه او ملهاش قيمه، ابيعها فين؟ تقدر تبيعها من خلال 5 اماكن. اول مكان من خلالي انا شخصيا، لو انا بنزل عمله نادره والعمله ديت قيمه وفيها خطا صك والعمله ديت سعرها غالي، فبدل ما تبدا تشكك قارن العملات اللي عندك بالعمله اللي عندي ديت وشوفها. لو العملات اللي معاك ديت فيها عمله من العملات اللي معايا بالظبط بنفس التفاصيل اللي هم ال4 حاجات المواصفات، نوع العمله، المعدن بتاعها، صناعه العمله، وجه العمله نفس الوجه بتاع العمله، ظاهر العمله نفس البيانات اللي هي 10 ملم يكون 10 ملم، 1980 يكون 1980، جميع المواصفات لقيتها بالظبط ارسلها لي وانا هتواصل معاك انا شخصيا واخدها منك بكل سهوله ويسر. طيب تقدر تبيعها فين؟ تقدر تبيعها من خلال 4 اماكن تاني. ايه هم ال4 اماكن؟ اول مكان من خلال الاسواق الحره. من خلال الاسواق الحره عندنا سوقين كبار جدا بينعقدوا في مصر لبيع العملات النادره والشحيحه. اول سوق عندنا هو سوق بينعقد كل يوم سبت في وسط البلد يسمى سوق ديانه. السوق ده يا جماعه بينعقد من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 5 مساء كل يوم سبت في وسط البلد في شارع يسمى شارع عماد الدين الألفي. شارع عماد الدين الألفي جنب سينما ديانة ويسمى سوق ديانة. دي بتروح مش بتلاقي فرد واحد هناك، لا ده بتلاقي آلاف الناس المخصصة لبيع العملات النادرة والشحيحة، تجار وهوابة، بتقابل 1 و2 و3 و4 و10 و11 و12 وبتعرض الحاجات اللي معاك ديت وبيتم تقييمها. من خلال الناس دي أصلا كمان بتعرف العملة اللي معاك ديت هل لها قيمة ولا هي شعب بالكيلو بتتباع بالكيلو ملهاش أي قيمة. تمام. دي بالنسبة لأول مكان أو أول سوق. تاني سوق عندنا سوق بينعقد كل يوم 4 بس دي بينعقد في الإسكندرية. بينعقد كل يوم 4 من الساعة 8 حتى الساعة 5 مساء. أيضا بينعقد كل يوم 4. فين بالظبط؟ في اسكندرية، في جنب محطة مصر، في منطقة تسمى منطقة ميامي، جنب كافيه يسمى كافيه صيام. دي بالتفصيل يعني. تمام. برضو بتروح لو انت من اسكندريه بتروح المنطقه دي كل يوم 4 وبتعرض العملات اللي معاك على الناس هناك اللي هي متخصصه وبتقيمها لك وبتقول لك سعرها هل فعلا فيهم حاجه نادره او حاجه غاليه او حاجه ملهاش قيمه. بتبدا تعرف من خلالهم وبتقرر هناك هل انت هتبيع او هتحتفظ بيهم. دي بالنسبه للاسواق الحره. طب لو انا محافظه تانية بقى غير المحافظات اللي انا قلت عليها سواء القاهره والاسكندريه، تقدر تبيعهم من خلال بقى الجروبات ديت. لو انت في محافظه تانية وعاوز تبيع العملات اللي معاك تقدر تبيعها من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك. وهناك العديد من الجروبات اللي بيتم عقد عليها مزادات، بتعرض البند بتاعك وبيجي لك تقييمات وبيجي لك اسعار من كل الناس المتخصصه، ولو عجبك السعر بتبدا تتواصل مع اعلى سعر وتحددوا طريقه التواصل ازاي وتبيعها بكل سهوله ويسر. ده تاني مكان تقدر تبيع فيه العمله. يعني لو انت اول حاجه من خلال الاسواق الحره، تاني حاجه من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك. تالت مكان تقدر تبيع فيه العملات اللي معاك من خلال المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت وموجودة على جوجل. إيه المتاجر الإلكترونية؟ عندنا العديد من المتاجر الإلكترونية زي جوميا وزي علي إكسبريس وزي أمازون وزي إي باي، وفيهم كلهم أماكن مخصصة لبيع العملات النادرة. يعني فيهم فئة مخصصة لبيع العملات النادرة، فبتقدر تخش وبتسجل وتعرض عملاتك وبيتم بيعها بكل سهولة ويسر. دي بالنسبة للمتاجر الإلكترونية. طيب تقدر تبيعهم فين رابع؟ من خلال موقع يسمى موقع أوليكس، موجود على الإنترنت وموجود على التليفونات وبينزل منه تطبيقات كتير على التليفونات بتاعتنا. موقع أوليكس بتنزله من على جوجل بلاي، وفي قلب الموقع فئة مخصصة لبيع العملات القديمة والنادرة. بتعرض العملة بتاعتك اللي موجودة معاك، وعلى الموقع أصلا العديد من الهواة والتجار لو العملة بتاعتك فعلا لها قيمة وسعرها غالي فبيبدأ يتواصل معاك ناس يتواصلوا معاك وبياخدوا منك العملة ديت بالسعر اللي بتتفقوا عليه. أنا كده يا جماعة خلصت كل ما يتعلق
عن بيع العملات القديمه باعلى سعر واماكن بيعها من خلال ال5 اماكن اللي انا قلت لكم عليها داخل الفيديو. وقلت لك كمان ازاي تعرف سعر العمله اللي معاك ديت، هل العمله اللي معاك ديت لها سعر ولا ملهاش سعر، هي سعرها شعبي جدا ملهاش اي قيمه وبتتباع بالكيلو. الكيلو بيبقى 150 جنيه ل 250 جنيه بالكتير. دي بالنسبه لسعر العملات القديمه اللي هي الشعبي، لان احنا بنعرض عملات نادره يا جماعه. كل العملات اللي احنا بنعرضها على القناه عندنا عملات لها قيمه وعملات نادره فيها اخطاء صك، فبالتالي عشان هي نادره مش موجوده مع كل الناس، بالتالي بالطبيعي ان هي لازم يبقى سعرها غالي بيوصل ل 10 و15 و20 و30 و40 و50 الف جنيه، واللي هي عملات ورقيه من ايام الملكيه، فسعرها بيعدي ال 500 و 600 الف جنيه. فدي حاجه طبيعيه جدا. فمش كل عمله انا بعرضها هي موجوده مع عامه الناس وموجوده مع الشعب كله. الشعب كله معاه عملات قديمه، بس هل كل الناس معاها نفس العملات اللي انا بعرضها؟ فصعب جدا ان انت بتلاقي نفس العمله ديت غير مع فئه قليله او مع ناس قليله، ممكن بقى بالصدفه او ممكن يكون هو هاوي او ممكن يكون هو تاجر وبيجمع العملات ديت. تمام. فكل اللي عليك ان انت تعرف قيمه العمله اللي معاك، هل سعرها غالي ولا مش سعرها غالي، واماكن تبيعها. من خلال الفيديو دي هتعرف كل اللي انا قلت عليه، سواء ازاي تعرف سعر العملات اللي معاك بكل سهوله واماكن بيعها بكل سهوله. خلاص يا جماعه، وانا كده يبقى انا وضحت كل شيء بالنسبه للقصه ديت. بس لو انت عجبك الفيديو تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه، وتخش برضو على قناتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اشتراك عندنا على القناه على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.